يا مساء الفل عليكم يا حلوين، وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. انا اس ستار ودي قناتي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وهستنى كومنتاتكم الحلوه. انا عارفه في ناس جديده دخلت قناتي، وزي ما انتم حابين تشوفوني انا حابه اتعرف عليكم. يا رب عايزه كومنتات حلوه كده. طبعا عندنا النهارده احنا فين؟ النهارده في سوق التنين. عندنا جوله مشتريات قد كده، عندنا سفر. يا ترى فين؟ هنعرف مع بعض. هناخد بقى من اول ما نطلع من دوله الامارات لحد ما ندخل الدوله الثانيه، هنعرف. هاخدكم فلوج هايل تحفه. وطبعا النهارده عندنا مشتريات قد كده، هنظبط مع بعض وهندخل نشوف الدنيا فيها ايه وهنشوف الاسعار. قلبي زي ما انتم شايفين كده، جينا عند قسم الشنط والشوزات هنا في السوق التنين. زي ما اتفقنا بره، احنا خدنا المقدمه، دلوقتي احنا بدانا جولتنا وبدانا المشتريات. مش معنى ان بابانا معانا هنخاف نشتري، هنشتري وقلبنا جامد. الفيزا خدناها وخلاص الموضوع انتهى، حكمنا عليه. عندنا مشتريات كتير للاصدقاء والاخوات والاهل، عندنا مشتريات قد كده، عشان كده سرقنا الفيزا خلاص. فاحنا هنبدا جولتنا وهنشوف كل واحد يناسبه ايه، وطبعا على قد ما اقدر هحاول اجيب لكل واحد ذوقه وهنشوف مع بعض. يلا يا حبايبي نبدا جولتنا. في حاجه هنا زي كده هتنفع ناس وناس لا، فانا بفكر. شفتوا الحاجات دي طبعا جميله وسيمبل، ليها ناسها، وانا عندي الذوق ده بس. والاسعار هنا ده 89 طبعا. حلو حلو بالماتيريال اللي هو فيه والدنيا اللي هي فيها ده، والستايل وحاجه نظيفه متقفله نظيف، ما فيش اي كلمه. مش معنى ان انا في سوق التنين ان انا هاخد حاجه اي كلام. حاجات حلوه وجميله، فانا صراحه بفكر اخد ده، وهاخد اللون الاسود. خليكم معايا، خليكم فاكرين عشان بابانا ما يلخبطناش وننسى حاجات ونضطر نرجع تاني. هو حر. وفي حاجه زي كده يا حبيبي، بس لا، هشوف حاجه تانية معاكم. الحاجات دي حلوه بس ليها ناسها. انا اللي عندي لو جبت لهم حاجه زي كده هيخبطوني بيها على دماغي يموتوني عشان تخلصوا مني بقى. يا حبيبي زي ما بقول لكم، طبعا في ناس بتعدي حاجات زي كده، فانا بحاول يعني كل واحده اعرف ذوقها واجيب لها اللي هي نفسها فيه على قد ما اقدر. ده السكشن بتاع الشنط. في حاجات زي كده حلوه والماتيريال حلو. مش معنى ان احنا في سوق التنين الحاجات مش قد كده، لا، الحاجات حلوه، الماتيريال حلو طبعا، تحفه. الاسعار طبعا هنعرفها دلوقتي. بصوا يا حلوين، وبدأنا جولتنا مع بعض. طبعا في حاجات زي كده انا محتاجة هدايا علشان الاصدقاء والاهل والحبايب طبعا، ففي حاجات زي كده قابلتني. هحاول ايه. حبيب قلبي وحشتوني من الفيديو اللي فات. طبعا انا مبسوطة جدا ان في ناس جديدة بتخش القناة، ومبسوطة ان انا يعني في كومنتات، ابتدى الكومنتات الحلوة اللي زيكم تظهر. فانا مستنية كومنتاتكم، مستنية ارائكم في القناة، مستنية رأيكم فيا. طبعا يعني طبعا القناة هتكبر بعد ربنا بيكم ان شاء الله. واتمنى ان انتوا تدعموني واللايكات والشير والسبسكرايب. فانا بحبكم، اتمنى ان انتوا تحبوني زي ما انا بحبكم، ونكبر مع بعض ونكبر القناه ونبقى عيله كبيره. يلا حبيبي. وطبعا يا حبايب قلبي انا ما كنتش متخيله ان الدنيا زحمه قوي كده. طبعا متخيلين معايا لا كتير، انا كنت فاكره ان الدنيا هاديه النهارده. فهحاول كده على قد ما اقدر. انا ما بحبش اشتري حاجه والدنيا زحمه قوي كده، عشان اعرف اتحرك براحتي واصور براحتي. فانا هوريكم المحل من بره والمقتطفات كده، وممكن اوريكم المشتريات في البيت. على قد ما اقدر هحاول اعمل لكم كده ايه، جوله سريعه. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا الاضاءات والاجهزه الكهربائيه، الحاجات اللي هي الليد بتاعه التصوير والاضاءات وكل ما يخص التصوير ممكن نلاقيه هنا. ممكن اشتري حاجات برضو محتاجاها هنا هشتريها، اللي هو انت جيتي كده اكسسوارات وحاجات البنات، كل ده المحلات. والاكل سوق الصيني طبعا مختلف فيه كل حاجه زي ما انتم شايفين، تتخيلوها ولا تتخيلوها موجوده هنا. زي الشوزات اللي محطوطه بره دي انا معرفش اسعارها، بس ايه يعني شكلها كويس لحد ما يعني. طبعا شايفين معايا الزحمه، مش قادره. انا ما بحبش المكان الزحمه. وحاجه البيت، حاجه الاضاءات زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا الفيديو ده ما فيهوش اي افاده غير ان انتم شايفيني.
هحاول على قد ما اقدر، لان طبعا الدنيا زحمه زي ما قلت لكم، فانا بحاول على قد ما اقدر اصور. فتقريبا لو اشتريت اي حاجه هعرفكم وهفرجكم معايا. بس هنا دايما ايه موضوع التصوير ممنوع شويه، ففي ناس منعه وفي ناس لا، على حسب المكان اللي بدخله. فهحاول اصور لكم على قد ما اقدر. فانا باخد لكم مقتطفات معايا كده سريعه كده زي ما انا ماشيه كده. اللي محتاج اي حاجه ومحتاج يعرف اي حاجه هنا يعرفني، يبعت لي في الكومنتات وانا اروح له الاماكن اللي مسموح ليها التصوير وانا بصور. اوكي حبايب قلبي، قابلت الحاجات دي وانا ماشيه كده، حاجات بيتي على 15 درهم بس حلوه. يعني لحد ما مش هقول لكم الماتيريال بقى تحفه، لا حلوه اللي هي سلك حالك. وفي بيجامات اطفال كده، الحاجات دي انا ابعد لكم شاشه شويه عشان تشوفوا كويس. حاجات زي كده كده. وفي حاجات كده الشتوي، طبعا الشتوي ابتدى يغزو المنطقة على 35 29، نفس الرينج يعني مش طالعين بعيد. في حاجات زي كده بيجامات عشان الأطفال للنوم، حاجات خفيفة يعني تريحهم زي كده. في على 29 وفي على 35، في بنص كم. كل الأشكال دي كل الحاجات دي موجودة. وهنا طبعا في هناك كده أنا شايفة على 5 درهم. وفي جلاليب أطفال جميلة كده، حاجات كيوت كده على 40 درهم. وهناك الحاجات الجميلة دي زي ما قلت لكم، أنا شايفة حاجات هناك على 5 درهم. وطبعا المحل هنا ده عامل تخفيضات من درهم لحد 29 درهم. هندخل نشوف مع بعض، نكتشف ونشوف كل الستاند ده طلعي بقى، فانا اوضح لكم الصورة اكتر. طلعي براحتك على 5 درهم، اي حاجة موجودة على الستاند ده، لانجري بيبيهات وكل هنا الحاجات دي على 5 درهم. كل اللي بره ده على 5 درهم. ده قطع كده تقريبا فاضلة من المحل، فهم مطلعينها هنا وعاملين عليها عرض. طبعا حاجات حلوة